السلام عليكم متابعيني، شلونكم؟ ان شاء الله كلكم تكونون بخير. اليوم الوصفه مالتنا راح نسوي خبز رزة القاضي. المكونات مالته هذه: 3 كوب طحين، ملعقه صغيره ملح، 3 ملاعق صغيره سكر، ملعقه كبيره زيت، وكوب وربع مي، وزبده ذايبه للدهن. وهاي الزبده الذايبه بالدهن مو بالدهن، للدهن. نذوبها للزبده حتى ندهن بيها العجين مالتنا. هاي 3 كوب طحين، وهذا كوب وربع مي، وهنا 3 خواشيق صغار شكر، وهذه ملعقه كلش كبيره من الزيت، وهنا رشه الملح او ملعقه صغيره من الملح. خلي المي، الشكر، الملح، الزيت، ونخلي الطحين. وهسه راح نشغل العجانة. أول شي على سرعة بطيئة، بعدين نشغلها على السرعة العالية لحد ما تنعجن عندنا وتتماسك. العجينة كملت طبعا، صارت تجنن. هسه راح نقطعها، نسويها كور ونخليها بالصينية ونغطيها، تخليها ترتاح نص ساعة. نام بهذا الشكل، سويناهم على شكل كور، وصار أنا عندي 9 خبزات نقول. هسه راح أغطيهم وأخليهم يرتاحون نص ساعة. عبر علينا نص ساعة. هسه راح نجي نفردهم بالشيبق، نسويهم كلش خفيفات، ونفردهن نخلي جواهن طحين حتى ما تلزق عندنا بالمكان اللي راح نشتغل بيه. رشينا السطح اللي راح نشتغل عليه بالطحين. راح ناخذ قطعة من عندها، نفتحها أول شي شوية بيدينا هالشكل على كيف، وهسه راح نفتحها بالشيبق. نفتحها أخف شي تقدرون توصلونه وياها، افتحوا بيها. هسه راح ندهنها بالزبدة اللي ذوبناها. هاي الزبدة مالتنا. ناخذ زبدة نمسح الوجه مالها كامل. هسه بالسكينة خلونا نخرج الزبدة مالتنا، راح نسوي لها هالشكل شرايح. تمام. راح نلزمهن من هنا الشرايح. نرفعهن. تشوفون بس من هنا هالشكل. راح ألفهم على الإصبع مالتنا بهالشكل. راح أخليهم هالشكل ونضغط عليهن هيجي. نتأكد الحافة مالتها تصير لي جوا. راح افتحها شويونة بالشيبق، مو هواية. هسه تمام، هذا حجمها كلش تمام. نخليها بالصينية ونكمل القطع الباقية. هاي ورا ما خلصناهن، وشوفوا لياهن شلونهن. طبعا يجننون، الريحة فتشي دمار، وصايرات طبقات. دا تشوفون شلون
طبعا هذولا راح ارتبهم هسه. اريد اسوي بعد وياهن بانكيك، نريد نسوي فد قاعده حلوه بالحديقه انا والجهال، فدا ارتبهم نكملهم واشوفكم الترتيب مالتنا النهائي. هذا الخبز مالنا كمل، وهذا الترتيب اللي قلت لكم راح اسوي. سويت وياه بانكيك، وشوفوا لي البانكيك شلونه، وخليت وياه شوكولاتة وكراميل ونوتيلا ومكسرات بالعسل، ويا كعكة بالسمسم والكعك مال الزبد والعنب الكشمشي، احنا نصيح عليه كشمشي، انتو شو تقولون عليه اسمه، لان هذا يكون بدون بذور. ولهنا يخلص الفيديو. اذا عجبكم خلوا لايك واشتراك للقناة وتعليق حلو من عندكم. مع السلامة.